احنا ليه بنروح مهرجان القاهره السينمائي الدولي؟ انا طلعت لكم في اعلى مكان عشان خاطر اعرف اقول لكم ليه احنا بنروح مهرجان القاهره السينمائي الدولي. ما لقيتش حاجه ممكن اعبر عليها بجد. ان انا ممكن اقول لما كلنا بنيجي نتكلم في حاجات خاصه بالحب بنتكلم عنها باللغه الانجليزيه بالانجلش يعني. ليه الحاجات دي بنهرب منها؟ يعني مثلا احنا لما بنكون عايزين نخرج مع حد احنا بنحبه جدا جدا جدا، فبنفضل نقول له ايه، يلا نروح سينما، طيب ماشي يلا نروح المهرجان، يلا مش عارف ايه. طب هل المهرجان هو وسيله للهروب من حياتنا؟ طب هل ان احنا لما بنتكلم اللغه الانجليزيه في ايه الحب او في العلاقات احنا كده بنعبر عن اللي جوانا؟ يلا نعرف بينا. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان احنا لما بنستخدم لغه غير اللغه بتاعتنا يبقى احنا كده بنعبر عن حاجه بتألمنا، بمعنى نوعا من الانفصال العاطفي. والفيلم او اللغه اللي احنا بنستخدمها غير لغتنا هي كانها غرفه زجاجيه بتشوف اللي بيحصل في حياتنا بس مش بنفس القدر اللي احنا حاسين بيه. نهرب وبنهرب من لغتنا اللي هي الام ونروح للغه المستعاره اللي هي الانجليزيه. هروبنا من لغتنا واصولنا ليه سبب ان احنا عايزين نحط مسافه للشخص اللي قدامنا، ان احنا عايزين نحط حدود في اي علاقه. هروبنا ان احنا نقول يلا نتفرج على فيلم، ان احنا عايزين نهرب من رد معين، يلا نروح مهرجان القاهره السينمائي الدولي عشان نشوف حياه الناس. وفي حاجه تانية بتقول ان هي الحاجه دي مش شعوريه بس، بيقولك ان معظم تعبيرنا عن الحاجات اللي احنا عايزين نبعد عنها، مثلا بنستخدم لغه الفيلم اللي انا بقول لكم بنهرب بيه للمهرجان، نصور حاجه معينه احنا عايزين نهرب من حاجه معينه. وليست هروبي فقط من اللغة العربية، أنا بهرب من حاجة فبالتالي بعبر عنها بفيلم، بمسلسل، شورت موفي، بلغة أجنبية، عشان خاطر أنا عايز أحط قناع. أنا كده شفرت عقلي بقول له أي حاجة أنت مش عايز تحكي ما بداخلك لأي شخص قدامك أو تعبر عنها، أنت ممكن تعبر عنها في اللغة المختلفة اللي هي مش لغتك، اللي هي فيلم. هتلاحظ في الشات في ناس بيكتبوا فرانكو وبعد كده نلاقيهم بيكتبوا عربي. ليه؟ لأن الفرانكو ده هو اللي بداخلهم وبعد كده يرجعوا يكتبوا لنا العربي تاني. هم مش عارفين يعبروا، هم مش عايزين يقولوا اللي قدامهم، فبالتالي بيكتبوا فرانكو، بيكتبوا انجلش. زي ليه بنروح المهرجان؟ وحتى في الاخر بيتقال ان هي مفارقة صعبة قوي. بنهرب من اللغة العربية او بنهرب من حياتنا للافلام او تعبير عن مشاعرنا عشان خاطر هي شديدة الصلابة، صعبة قوي في ان انا اعبر عنها. فبالتالي انا كده بالشكل ده عرفت انا كبسمة قبل ما انتوا تعرفوا انا بالنسبة لي بهرب. بالشكل ده انا عرفت ان احنا ليه بنروح مهرجان السينمائي الدولي، وانا مثلته بان احنا بنعبر عن حاجات في حياتنا باللغه العربيه تخص العاطفه، تخص المشاعر، تخص الحب، بحاجات باللغه الانجليزيه او بالفرنك او بلغه تانية. عايزه اعرف ارائكم في الكومنتات. هو انتوا ليه بتروحوا مهرجان القاهره السينمائي الدولي؟ واي حد ليه وجهه نظر او ليه رد غير اللي انا بقوله ممكن يشاركنا ويبعت رايه في الكومنتات. ويا رب تكونوا اتبسطتوا بالافلام اللي في المهرجان، ويا رب تكونوا اتبسطتوا مع الناس اللي انتوا دخلتوا معاها المهرجان، حتى لو الافلام وحشه قوي، حتى لو الافلام ما عجبتكوش، حتى لو ما لقيتوش كراسي ولقيتوا التيكتس سولد اوت والحاجات دي كلها. اكيد حسيتوا براحه في المكان. عايزه اعرف بجد انتوا اللي بتروحوا مهرجان القاهره السينمائي الدولي، واللي ما بيروحش مهرجان القاهره السينمائي الدولي يحاول يروح. وهل لو احنا كبرنا في السن وبقينا 60 70 80 سنه هنفضل نحافظ ان احنا نروح مهرجان القاهره السينمائي الدولي ونتفرج على الافلام عشان خاطر نغير مودنا ونغير حياتنا وما نعبرش على الحاجات الصعبه جوانا بس غير من خلال الفن؟